حياتك هتبدأ بعد ما توصل، بعد ما تبقى جاهز، ولا بعد ما الخوف يختفي؟ وانا صغير ما كنتش بسأل الأسئلة دي. لما بفتكر أيام وانا طفل بتأكد ان أحلى لحظة عشتها في حياتي ما كنتش مخطط ليها. كنت بنزل الشارع من الصبح لحد بالليل من غير ما أعرف هرجع امتى، ولا حتى فارق معايا هرجع امتى. كنا بنلعب أي حاجة في أي وقت وأي مكان ينفع يبقى ملعب، حتى لو فوق السطوح. مفيش حاجة كانت تقدر توقفنا غير التعب. فاكر البيت المهجور اللي دخلنا الظهر طلعنا منه بعد الضلمة. فاكر الرعب اللي كان جوه المكان والفضول اللي كان أقوى منه. فاكر لما أمي تبعتني أجيب حاجة وأنا في نص السكة ألاقي مطفي مولع، وأنسى اللي خارج عشان وألعب. فاكر اللعب اللي كان بيأخرني بعد المدرسة وعارف إني هتعاقب ومش هاخد المصروف. ساعتها ما كنتش شجاع ولا جريء ولا فاهم حاجة عن الحياة، بس كنت مش خايف أختار، مش خايف أبدأ، مش مستني حاجة تحصل عشان أعيش. يمكن كنا صغيرين بس من غير وعي كنا عارفين نعيش أحسن من دلوقتي، حتى لو النتيجة وحشة، حتى لو العواقب تقيلة. كنا بننام ونصحى نبدأ من جديد من غير ما نشيل هم اللي فات ولا نقلق من اللي جاي. أهم حاجة كانت دلوقتي، اللحظة، النهاردة. إنما دلوقتي بقينا مستنيين نهدى، مستنيين نخاف أقل، مستنيين الظروف تتحسن، مستنيين الحياة تبدأ عشان نبدأ. بس الحقيقة مفيش حدث في الدنيا هيحصل لك يخليك تقول أهو دلوقتي ابدأ، لأن لو الحدث ده موجود يبقى أنت أصلا مش محتاج تبدأ. أنت مش محتاج حاجة عشان تبدأ. الحاجة الوحيدة اللي هتوصلك لكل اللي مستنيه إنك تقوم دلوقتي وتاخد الخطوة اللي مأجلها بقالك كتير. وافتكر الطفل اللي كان جواك، اللي كان أهم حاجة عنده إنه يختار النهاردة ويتحرك من غير ما يخاف من بكرة. ولو خوفك من إنك تبدأ إنك خايف تفشل، هل في إحساس أوحش من إنك مستني حياتك تبدأ؟